الكلام ده كله بقى في اطار ايه؟ في اطار ايه؟ ايثيكالي. ما ينفعش ديورنج كل البروسيس دي بيحكمنا حاجه اخلاقيه، ما ينفعش تاخد اي ديسيشن بطريقه غير اخلاقيه. كل الكلام ده انت بيحكمك اطار. ايه ده؟ هو انت لما بتختار الناس يا عم الحاج في الانترفيو بتشوف الايثكس بتاعهم؟ طبعا. ده مش معناه ان انت بتجادج. في فرق بين ان انا بشوف الايثكس بتاعته. هو انت اصلا حتى كمحاسب انت عندك كود اوف ايثكس للشغلانه وبتتعلمه، مش ده حقيقي؟ طيب الموظف اللي جاي لي بقى عنده اون ايثكس موجوده، مش محتاج تعلمها له، ذاتس جود. فده هيفرق جدا معاك. فالايثيكال ليدرشيب هو الديسيشن ميكنج بتاعك يبقى ايثيكال. بمعنى ايه؟ مين هنا زملكاوي؟ حلو جدا، حلو جدا. ما بحبش الزملكاويه، البيهيفير بتاعهم مش حلو. دي حقيقه، دي حقيقه، مش قصدي عليك يعني، اقصد في وقت ما يعني هم كان في فتره كده في شحن بين الجماهير، فانا الراجل ده انا هرقيه، هو ده اهلاوي. وقيس على كده بقى، ده ايثيكال؟ ده مش ايثيكال. انت ممكن تبقى هو الايثيكال ده انا بقيسه لما اختلف معاك او لما تختلف معايا، مش واحنا متفقين حضرتك. لما تختلف مع الناس وتاخد ديسيشن ايثيكال في الوقت ده، هو ده الايثكس. مش ان انا ابقى متفق معاك فخلاص تمام زي الفل، لا. لو ده الاقدر بالترقيه رقيق، ده ما فيهوش ايثكس ان انت تديسايد ان انت تعمل حاجه بناء بقى على عرق او لون او ايا كان يعني. تمام. مهم جدا. وحتى الشركه بيبقى ليها كود اوف ايثكس انت بتمضي عليه. الشركات الكبيره في كود اوف ايثكس بتقراه وبتمضي عليه. ما تبقاش ابقى عشان تبقى نون بايس، يعني ما ينفعش تبقى متحيز بقى طبقا لجندر، حتى لواحد اهلاوي، واحد زملكاوي، واحد كذا، ايا كان يعني. تمام. واحد صاحبي وواحد مش صاحبي، ده ما فيش. ده مش فير اصلا، ده مش فير. وزي ما انت خايف تتعرض ليه، انت ما تعملوش.